خليني اسلم عليكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. العابرين والعابرات جنسيا بيحسوا بمشاعر ان مخهم غير مرتبط باجسادهم. يعني العابر بيكون مخه ذكر ولكن جسده جسد انثى، والعابرة بتكون مخها مخ انثى ولكن جسدها جسد ذكر، فبيحسوا بعدم الترابط وعدم الانتماء ما بين المخ وما بين الجسد. هو الانزعاج الجندري بيكون حاصل بسبب ان العابر بيكون عنده تشوه في جسده، انه مخه ذكر وجسده جسد انثى، والعابرة عندها تشوه، مخها مخ انثى ولكن جسدها جسد ذكر. هو انت متخيل حاجة زي دي يا عزيزي المشاهد؟ يعني انت متخيل ان جسمك يكون مش مرتبط بمخك، مش مرتبط بعقلك؟ يعني انت لو انت راجل فانت عقلك راجل وتفكيرك راجل وتصرفاتك راجل ومشاعرك راجل، كل حاجة فيك راجل، بس انت جسمك مش مرتبط بعقلك. تخيل غريب جدا. ونفس الكلام تخيلي يا عزيزتي المشاهدة، انت جسدك ليس مرتبط بعقلك، انت عقلك انثى، تفكيرك انثى، مشاعرك انثى، احساسك انثى، كل حاجة فيكي جواكي بتقول انك انثى، لكن جسدك ما بيقولش كده. فانت متخيلة ان البيت بتاعك اللي انت عايشة فيه 24 ساعة انت لا تشعري تجاهه بالانتماء؟ فالعابر والعابرة دايما قاعدين عندهم شعور بالاغتراب، هم عندهم شعور بالاغتراب عن أجسادهم، وعندهم شعور بالاغتراب عن الناس اللي حواليهم لأن هم مش شبه الناس اللي حواليهم، وعندهم شعور بالاغتراب عن المجتمع والكون بأكمله. فهو الموضوع والتحدي مش بس مرتبط بالتشوه الجسدي، ولكن هو كمان مرتبط بكل أنواع الاغترابات اللي الواحد ممكن يحسها تجاه المجتمع والناس اللي حواليه والكون وكل حاجة. فطبيعي انا دلوقتي كعابر انا حاسس دايما بالاغتراب عن جسدي، والناس اللي حواليا والظروف بتحسسني بالاغتراب عنهم، واغتراب عن المجتمع، والاغتراب عن الكون، والاغتراب عن اللي حواليا. ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي ان انا بحس بالقلق، بيؤدي ان انا بحس بالاحباط، دايما بيحسسني بان انا زعلان، مخزول، محبط، غضبان، متوتر، عندي مشاعر كتير جدا مؤلمة بتألمني. وده بيؤدي مع الوقت غير التشوه اللي عندي لان انا يكون عندي جندر ديسفوريا او الانزعاج الجندري، وهو حالة من الغضب والحزن والاكتئاب بناء على الجسم اللي انا موجود فيه واللي بيحصل لي من الاخرين ومن المجتمع ومن الناس. والشعور ده بقى انا ما بحسوش من وانا لما بكبر، يعني كعابر او كعابرة احنا مش بنحس ده لما بنكبر، لا، احنا بنحس ده من واحنا اطفال، لانه الانزعاج الجندري بتظهر اعراضه من وانت عندك 3 سنين 4 سنين 5 سنين. وطبعا كطفل صغير جدا عنده 3 4 سنين مش هيكون فاهم اي حاجة، هو مش فاهم ايه اللي بيحصل، هو مش فاهم هو انا في ايه، ولا انا جسمي ده ايه، ولا مخي ده ايه، انا مش فاهم حاجة، انا مش مستوعب حاجة. انا حاسس دايما ان انا مختلف عن الناس اللي حواليا، مختلف عن الجنس اللي المفروض انا مكتوبه في البطاقة، مش حقيقتي اللي انا حاسسها من جواي. فدايما من وانا طفل انا في حالة من القلق، حالة من التوهان، حالة من الحيرة، حالة من عدم الاستقرار، حالة من عدم الامان. وطبعا انا لما من وانا طفل بكون بعبر عن نفسي بالجنس اللي انا بنتمي اليه في مخي وفي عقلي، انا بيتم رفضي. انت بتعمل كده ليه؟ انت بتتصرف كده ليه؟ هو انت ولد ولا ايه؟ هو البنات المفروض تعمل كذا، هو مش عارف ايه. ودايما بيتم توجيه النقد لينا وفرض السيطرة علينا لنكون للجنس اللي الجسم بتاعنا مشوه فيه اصلا. لما بنعمل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها من قلبنا زي العابر زي الولاد او العابرة زي البنات، احنا بيتم نبذنا
وضربنا وقهرنا ونقدنا والتعامل معانا بشكل سيء جدا 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 من الطفولة، لدرجة ان هي بتخلينا تروماتايزد، بتخلينا عندنا حالة من الصدمة من واحنا اطفال، وبتكبر والصدمات بتفضل تكبر معانا. فطبيعي انا واحد بمر بكل الظروف دي وبمر بكل التحديات دي، وكل ما بكبر اكتر كعابر جندري او كعابرة جندرية، كل ما التحديات بتصعب علينا، وكل ما بنواجه مشاكل اكبر، وكل ما بنواجه صعوبات اكبر. تفتكر ده ممكن يوصلنا لايه؟ ما اكيد هيوصلنا لانزعاج. اكيد احنا منزعجين اصلا من جسمنا لانه مشوه، وكمان هنبقى منزعجين من اللي بيحصل حوالينا، وهنبقى منزعجين من كل شيء، وده بيؤدي الى الاحباط والغضب والحزن وكل المشاعر المؤلمة اللي هي مع الوقت بتؤدي الى اضطرابات نفسية. والاضطرابات النفسية مش بتبقى سبب ان انا عايز احول جسمي، لا، هي الاضطرابات النفسية بتكون بسبب ان انا مش متراعي ومش متشاف ومش متقدر ومش محسوس ومش متطبطب عليا، فطبيعي احس باوجاع، واحس باوجاع جسدية ونفسية وعقلية وكل شيء. وكده عرفنا يعني ايه انزعاج جندري، وكده عرفنا يعني ايه جندر ديسفوريا. اتمنى اكون فدتكم، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. كان معاكم سلام سعد، تابعوني.